لو عايز تشوف لك عمل مجهود الكتابة واضح فيه أكتر من مجهود الممثلين وتحويل العمل الكتابي ده لعمل مرئي، زود من قوة العمل. وعايز تشوف رؤية إخراجية بيتكسر فيها كل القيود وغير تقليدية، يبقى لازم تتفرج على مسلسل بوتكن. فأهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند، وفي الفيديو ده بكل تأكيد هراجع معاكم مسلسل بوتكن اللي فعليا متنفذ بشكل عبقري من كل الجوانب. فأنا متحمس جدا للكلام عن مسلسل بوتكن، ومن غير كلام كتير في المقدمة يلا بينا نخش في الموضوع. Isn't cold. But how do you see me now? Do you lads like a bit of a party? Well, yeah, sure. القصة الأساسية اللي بتتحكي هنا هتكون عن 3 أشخاص بيعملوا بودكاست على السوشيال ميديا بيختص في التحقيق ورا الجرائم الغامضة. فتم تكلفتهم بالسفر لأيرلندا في بلد أيرلندية شاعرية أهلها ناس كيوت جدا، حياتهم متنقلة ما بين أعمالهم الوظيفية وشرب الكحول، ناس دماغها رايقة وعايزة تتبسط. ولكن لما البودكاسترز ال3 يبدأوا يتعمقوا في حياة البلد دي والاندماج المجتمعي مع البشر داخل المدينة دي، بيكتشفوا قصص غامضة غريبة الأطوار والغاز غير مفهومة، ويبدأوا يمسكوا خيوط لحل وكشف الالغاز اللي بتدور في المدينة دي. والموضوع بيكون اكبر من كونهم جايين يعملوا بودكاست عن تلك المدينة الايرلندية. مسلسل بوتكن هو مسلسل قصير بيتعرض على نتفليكس، مكون من 7 حلقات فقط، متوسط مدة الحلقات تقريبا 45 دقيقة. والعمل مش مناسب للمشاهدة العائلية لانه بيحتوي على مشاهد عنف ودموية وجنس ومشاهد انتحارية، فمش مناسب للمشاهدة مع الاطفال ولا العيلة. وده الموسم الاول من المسلسل، فبكل تأكيد في موسم تاني جاري العمل عليه ولسه ما تمش الإعلان عن توقيت عرضه. ومع نهاية الحلقة الأخيرة في الموسم الأول لازم يكون في موسم تاني بكل تأكيد، وإلا هيكون اللي بيحصل ده تهريج، لأن في نهاية الموسم الأول حصل امتداد خرافي للتمهيد لموسم تاني. مسلسلنا من إنتاج شركة هاير جراوند التابعة لباراك أوباما، وبيشتغل فيها سكان البيت الأبيض السابقين كمنتجين تنفيذيين في شركة هاير جراوند. وده إن دل على شيء فإنه يدل على إن أي نوع من انواع الاجندات اللي هتشوفها محشوره من انتاج شركه هاير جراوند فهي لاغراض سياسيه بحته. وتاسيسهم لشركه انتاج اصلا ده علشان يثبتوا للعالم انهم اسياد العالم، وتكون دي طريقه لنشر رسائلهم للعالم والسيطره على عقول البشريه. نرجع لمسلسلنا. مسلسل بوتكن من بطوله شيوفان كولين في دور دوف، وروبن كارا في دور ايمي، وويل فورتي في دور جيلبريد باور. دول طبعا البودكاسترز ال3 اللي هم الشخصيات الاساسيه اللي بيمشوا احداث القصه. ومعانا طبعا ادوار مساعده مهمين جدا في احداث القصه، زي كريس والي في دور شون، وديفيد ويلموت في دور شيموس، ودينيس كونواي في دور الرقيب باور، وجير كيلي في دور تيدي. واهم اشخاص في العمل هنا بكل تاكيد هم الكتاب، وهم اونيكا باريت وبادي كامبل ومايك اولري وجيس شارف واليكس ميتكلاف وميجان موستن براون وأورسلا راني سارما. ويجي بعدهم في الأهمية بكل تأكيد على طول المخرجين، وهم براون وين هيوز وناش إدجرتون وجوني ألان وأخيرا بادي بريكناس. مسلسل بوتكن مصنف تحقيق وجريمة وغموض وكمان دارك كوميدي. خلال فترة العمل على المسلسل ده كان بيجي سؤال في ذهن أبطال العمل البودكاسترز ال3، وهو هل الأحداث دي أحداث حقيقية؟ وهل القصة ليها امتدادات تانية وخبايا مجهولة؟ وهل الموضوع ليه علاقة بالواقع أصلا؟ فيلاقوا رد غريب من كتاب العمل، وهو ان بمجرد بس التفكير في طرح أسئلة تتعلق بحقيقة واقعية العمل ينهار كل الواقع. وبدون مبالغة مني أقسم لكم ان الكتابة هنا خرافية بشكل مش طبيعي. خيال الكتاب في تطور الأحداث غير تقليدي، ومش من السهل إطلاقا توقع ايه اللي ممكن يحصل. تكوين الشخصيات معقد تعقيد جمالي مخلي الحوار شيق جدا. مسلسل بوتكن مليان بمشاهد الإثارة والغموض للأحداث، على الرغم انها أحداث كلها من وحي الخيال. وعلشان كده بقول لكم ان الكتابة خرافية، والغرض من كتابة العمل ده هو الاحتفال بالثقافة الأيرلندية والصحافة، مع مزجها بقصص لاكتشاف النفس البشرية وخوض الإنسان في تحديات صعبة جدا بيختبر فيها نفسه في المقام الأول. وكمان صرح جيس شارف من فريق الكتابة بتصريح كان بيقول فيه ان اهتمامه الشخصي ككاتب كان دايما بيكون سخيف في تصوير فكرة ان الحياة أصلا حياة سخيفة إلى أبعد مدى ممكن تتخيله، ولكن اكتشف أن المواقف المحزنة غالبا بتكون مواقف مضحكة، والمواقف المضحكة غالبا بتكون مواقف محزنة. فابتدى تتغير نظرته عن الحياة بشكل عام ويتقبلها بعد ما قضى مدة من الوقت في أيرلندا. مسلسل بوتكن ممتع على مستوى سرد الأحداث وتطورها، وكل جانب من صناعة العمل ده مبذول فيه شغل ومتعوب عليه بشكل مش طبيعي، وده كان باين جدا. العمل منحوت بريشة فنان، كل حاجة فيه مبهرة ومبهجة،
على مستوى الكتابة وكمان على مستوى الإخراج. يمكن على مستوى التمثيل في مشاكل يمكن التغاضي عنها في الشخصيات الثانوية للقصة، ولكن كحكي ومؤثرات بصرية ومونتاج وموسيقى تصويرية كلهم اتمزجوا مع بعضهم علشان يطلعوا عمل ممتع جدا للمشاهدة. في حاجات مش مفهومة في العمل، انا معاك في ده بكل تأكيد. شخصية دوف شخصية معقدة فعلا وما قدرناش نفهمها في الموسم الاول بالقدر الكافي، وانا عارف ان في موسم تاني هنكمل فيه قصتنا وهنكمل تطور الشخصيات نفسها، ولكن في حاجات تم طرحها عن دوف في الموسم الاول ومن اول حلقة. خليني يا سيدي اعرفها من الموسم الاول. انت كده عندك حاجات كتير تتحكي وامتداد للاحداث علشان تطلع منه موسم تاني، ده موجود بالفعل. ليه سبتوا شخصية دوف معقدة وغير مفهومة؟ دي حاجة من الحاجات اللي ضايقتني في الموسم الاول. تاني حاجة هي حنيكة مني الصراحة ويمكن التغاضي عنها، ولكن معلش انا مش قادر امسك نفسي. فعلشان كده حابب اقول ان فريق المونتاج كان محتاج شوية تركيز قد كده اكتر من اللي تم بذله بكل تأكيد. في حاجات فوتت منهم بالرغم من ان الاديتنج كان خرافي، ولكن تحديدا في الحلقة الخامسة، ما تخافوش طبعا انا مش هحرق اي حاجة من احداث العمل ولكن هتكلم بشكل عام. في الحلقة الخامسة كان في مشهد متصور داخل السيارة، فلما تكون الشخصيات داخل السيارة والكاميرا جايبة الشخصيات من داخل السيارة، طبيعي يحصل عزل للأصوات اللي خارج السيارة. لما تخرج شخصية من خارج السيارة والشخصية التانية لسه داخل السيارة، فهيتم التحكم في الصوت هنا بناء على ايه بقى؟ هيتم تحديد الصوت بناء على الشخصية هل هي خارج ولا داخل. لو بصور الشخصية خارج السيارة فأنا هنا مش هعمل عزل للأصوات الخارجية طول ما أنا بصور الشخصية خارجيا والكاميرا خارج مش داخل. ولو بصور الشخص داخل السيارة والكاميرا خارج السيارة المفروض برضو ما اعملش عزل للأصوات، ولكن ده ما حصلش. في غلطة هنا في المونتاج ان الشخص كان داخل السيارة وشخص خارج السيارة والكاميرا خارج السيارة والصوت كان معزول على اساس انهم بيصوروا الشخص الداخلي مش ان المشهد الاساسي مشهد خارجي. طبعا دي غلطة مش كارثية ومش من السهل ان يتم ملاحظتها وغير مؤثرة على الاحداث ولا مؤثرة اي تأثير سلبي على العمل، هي مجرد حنيكة مني مش اكتر. عموما العمل ده عمل خرافي وهتستمتع بيه وبشخصياته بشكل مش طبيعي. ومنعا لحرق الاحداث انا هوقف الفيديو لغاية هنا. وطبعا دي مش كل حاجة عندي عن مسلسل بوتكن، وفي الحقيقة انا ما بحبش ادي تقييمات للاعمال هنا على القناة لاني مش معترف بفكرة التقييمات، بس اللي اقدر اقوله لكم ان العمل يستحق المشاهدة جدا. وبس كده هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، وبكل تأكيد ايضا هسيب لكم لينكات لفيديوهات تانية بعمل فيها مجهود كبير على القناة، اتمنى انكم تشوفوها واشوفكم في فيديو جديد. سلام.